السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مراجعة جديدة من قناة TNG ريفيوز. النهاردة عندنا مراجعة لهاتف لينوفو A5000. الهاتف متوفر للبيع في مصر من أسبوع تقريبا بسعر 1150 جنيه. الهاتف إيه مواصفاته وإمكانياته هنشوفها مع بعض. دي علبة الهاتف. هنا ده الشاحن. الشاحن جودة تصنيع ممتازة من شركة لينوفو. كيبل USB برضو ممتاز في جودته. وده دليل الاستخدام. ودي سماعة الهيدفون. سماعة الهيدفون جودتها رديئة، بمعنى انها زيها زي اي سماعة صيني ممكن تشتريها من بره. ده الهاتف بيجي معاه سكرين بروتكت للشاشة وجراب الظهر ده خامته كويسة بتحمي الظهر. طيب لينوفو A5000 بيجي بسمك 10 ملم، وكاميرا خلفيه بدقه 8 ميجا بكسل مع فلاش LED، وهنا لوجو لينوفو، وهنا عندنا سماعات. من فوق عندنا فتحه السماعه وفتحه الشحن. متعودين في اي تليفون ان فتحه الشحن تبقى من تحت، في لينوفو A5000 فتحه الشحن من فوق. الشيء مش سيء يعني، ولكن هتاخد فتره عشان تتعود عليه. من الجنب عندنا زرار اللوك وزرار تعليق وخفض الصوت. طيب شاشه لينوفو A5000 شاشه 5 انش بدقه 1280 في 720. الشاشة دقتها عالية وزوايا الرؤية بتاعتها ممتازة من جميع الجهات. طيب جهاز لينوفو A5000 الاندرويد بتاعه 4.4.2 اندرويد كيكات. هيتحدث للي بوب ولا لأ؟ فعلا هيتحدث للي بوب. الشركة وعدت انه هيتحدث في يوم 15/8، يعني اكيد ان شاء الله يوم 15/8 موبايل لينوفو A5000 هيتحدث لاندرويد لولي بوب، ده وعد من الشركة. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الجهاز الرام بتاعه 1 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 8 جيجا بايت، ممكن تزودها بكارت ميموري لحد 32 اهو. رام 1 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 8 جيجا بايت، ومعالج رباعي النواة بدقة 3 جيجا هرتز. هيوفر لك قدرة على انك تقدر تلعب عليه بشكل مش قوي جدا، ولكن هيقعد معاك شوية. طيب سماعة الهاتف موجودة في الظهر. كان هيبقى أحسن لو السماعة موجودة في الأسفل عشان ما تتكتمش على سطح المكتب، ولكن هنختبرها مع بعض دلوقتي. الكاميرا السماعة زي ما شفنا صوتها نقي، ولكن لما اتحطت على المكتب اتكتمت شوية صغيرين. طيب عندنا كاميرا الجهاز زي ما قلنا 8 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 2 ميجا بكسل. هنختبرها دلوقتي. الكاميرا دقتها كويسة، 8 ميجا بكسل فعلا جيدة جدا. طيب الجهاز على انتوتو بنش مارك واخد كام نقطة؟ الجهاز كان واخد معانا حوالي 18000 نقطة، يعني نتيجة كويسة ومقبولة في سعر 1150 جنيه. طيب عندنا ايه مميزات الجهاز ده؟ ميزته حاجتين. البطارية بتاعته 4000 ملي امبير، بمعنى ان هي هتكفي معاك اليوم كله نت وكاميرا، هتقعد معاك فترة طويلة اطول من موبايلات كتير. وكمان عندنا الشاشة بتاعتها دقتها عالية اكتر من بقية الشاشات اللي في نفس دقتها، بمعنى ان هي فعلا 1280 في 720 زي عادة جميع الموبايلات، ولكن هتحس بفرق بسيط عن بقية الموبايلات اللي في نفس الدقة دي. طيب ايه عيوب الجهاز؟ عيبه برضه حاجتين. اولا الفلاش بتاع الجهاز مش قوي، الفلاش ده مش قوي جدا، دي اول حاجة. تاني حاجة الصوت مش عالي. الصوت زي ما سمعناه كده ممكن نسمعه تاني دلوقتي. صوت الجهاز مش عالي ولكنه نقي.
السماعه نقيه فعلا ولكنها مش عاليه. الحاجه التانيه كمان البطاريه بتاعت لينوفو اي 5000 بطاريه بيلت ان، بمعنى انها مش هتتشال، يعني البطاريه ثابته في الجهاز. ايوه هتقدر تخلع الظهر ده، ولكنه جايب لك رساله هنا بيقول لك ما تشيلش البطاريه. البطاريه 4000 ملي امبير كبيره اهي زي ما احنا شايفين، هتقعد معاك اليوم كله. وهنا عندنا الخط الاول والخط الثاني وكارت ميموري لحد 32 جيجا. قلنا مميزاته وعيوبه، ولو في اي استفسار يا ريت تكلمونا. دي كانت مراجعه لينوفو اي 5000، والسلام عليكم ورحمه الله.